هو أنا لو رشيت مبيد على الحشرة هتموت إمتى؟ أكتر الحاجات اللي بتخدع الناس في المكافحة بالذات مع حشرة باقي الفراش إن بعض الناس بتبدأ تتخيل إن المبيد بمجرد ما يترش على الحشرة لازم تموت. في حاجة علمية مهمة جدا اسمها ال LT50. يعني إيه ال LT50؟ يعني نص حشرات التجارب هتموت بعد قد إيه من المعاملة. المعاملة هنا يعني الرش. ببساطة قد إيه الوقت اللي هيحتاجه المبيد علشان خاطر يقتل 50% من حشرات التجربة. يعني إحنا هنا مش بنتكلم الحشرة وقعت بعد قد إيه، لا، الحشرة ماتت بشكل تام بعد قد ايه. ودي نقطة مهمة، في فرق مهم جدا ما بين النوك داون وما بين الديث. الموت الحقيقي يعني الحشرة ماتت بشكل تام. النوك داون معناه هنا ان الحشرة بدأت تتأثر بالمبيد، زي انها بدأ يحصل لها شلل مؤقت او ان الحشرة بدأت تقع في الارض. كتير من الناس بيفتكر ان الحشرة بمجرد ما هي بتفرفر في الارض ده معناه ان هي خلاص ماتت. في دراسة مشهورة جدا اتعملت على الحشرة باقي الفراش بتعمل مقارنة ما بين انواع المبيدات في رقم اسمه ال LD50. لقوا ان في بعض المبيدات وصلت لاقل من نص ساعة، وفي مبيدات تانية احتاجت 10 ايام كامله علشان تقدر تقتل الحشره. بمعنى انهم رشوا الحشره النهارده بعد 10 ايام لقوا الحشره دي ماتت. يعني كده المبيد اللي يقتل في وقت اقل ده يبقى الاحسن؟ للاسف لا. بعض المبيدات السريعه بتبدا انها تشتغل على الجهاز العصبي بشكل سريع جدا، فتلاقي الحشره وقعت بسرعه بمجرد ما انت رشيت المبيد. لكن في سلالات من حشره باقي الفراش مقاومه بالذات للمبيدات السريعه، بمعنى ان العميل يشوف الحشره وقعت وبعد شويه يلاقي الحشره قامت تاني وبدات تتحرك. في المقابل في مبيدات كانت ابطا في التاثير بس متبقياتها كانت فعاله لوقت اطول، بالتالي الحشره بدات تتاثر بيها على فترات متباعده، بالتالي ما حصلش مقاومه منها. في المقابل في مبيدات ابطا، الحشره ما بتقعش فورا لكنها بتمشي على السطح وتتعرض للمبيد لفتره اطول وبعد كده تموت. في دراسه تمت على باقي الفراش، في بعض سلالات باقي الفراش قالت ان الفبرونيل وصل لاكتر من 12 يوم عشان خاطر يقتل الحشره. يعني ال LT50 وصل لاكتر من 12 يوم. وده بيوضح لك نقطه مهمه جدا، سرعه وقوع الحشره او سرعه قتل الحشره بتعتمد على عوامل كتير جدا، مش شرط تكون دليل على قوه المبيد. عشان كده الشركات المحترفه ما بتبصش بس على رقم ال LD50 او على سرعه قتل الحشره، بتبص على عوامل تانية كتير مختلفه عن كده، زي هل المشكله انتهت ولا لا، هل كل الاطوار اتاثرت ولا طور واحد بس اللي اتاثر، هل في مقاومه تجاه المبيدات او هيحصل مقاومه تجاه المبيد ده، هل المبيد ده فضل فعال وفضل فعال لمده قد ايه. وده اللي بيوضح ان اغلب الناس بتبدا انها ترش وبعد كام يوم ترجع الحشره نشاط تاني. ده مش لان المبيد كان وحش، ده لان في اطوار لسه ما اترشتش او ما اتاثرتش بالمبيد، وده معناه ان في حشرات لسه خارجه اذا كانت من البيض او خارجه من الجحور بتاعتها، او ده معناه ان ممكن يحصل مقاومه او حصل مقاومه نتيجه المبيد. الارقام دي طبعا معموله بناء على دراسات علميه على سلالات معينه وداخل المختبر، لكن الحقيقه الوضع بيبقى اصعب من كده شويه. يعني الارقام على الطبيعه بتبدا انها تزيد شويه نتيجه وجود مقاومه تجاه المبيدات. لكن الابحاث دي بتوضح نقطه مهمه جدا، المبيد السريع مش دايما الافضل ليك، والافضل انك تختار مبيد مناسب لحالتك، مش مبيد يقتل لك الآفة في نفس الوقت. المقاومه مش سباق مين اللي يقتل اسرع، المكافحه الصح بتنتهي لما المشكله تنتهي عندك تماما. لو عايز تعرف معلومات اكتر عن المبيدات والحشرات تواصل معانا.